مساء الخير. الأعزاء المستمعون، بكل البشر والامتنان نرحب بكم في اليوم الثاني من ملتقى تجارب المؤلف العربي على قناة قاف الثقافية، حيث تتجدد الحكاية ويواصل الحرف رحلته في فضاء الإبداع. هنا حيث تصافح الفكرة الأخرى، نصغي لخبرات تنير الطريق وتجارب تعيد تشكيل وعينا بالكتابة ودورها في صناعة المعنى. نجتمع اليوم لنحتفي بصوت المؤلف، بوصفه شريكا في التنمية الثقافية وصانعا للأثر في مشهد أدبي أخاذ في التطور. أهلا بكم ضيوف أعزاء وشركاء معرفة، ورحلة تتسع بالشراكة والتجارب، لنمضي معا بثقة ووعي نحو أفق تثمر فيه التجربة كاتبا أجمل وحضورا أبقى. مرحبا بكم مرة أخرى في ملتقى تجارب المؤلف العربي من النص إلى المستهدف، لنلتقي في لقاء ثقافي بعنوان المؤلف العربي وبدايات الكتابة من النص إلى تشكيل الهوية السردية، مع كاتبة يأتي السرد في تجربتها بوصفه مرآة الذات ومساحة تأمل بين الذاكرة واللغة والإنسان. إنها الكاتبة العراقية لمى النقاش، التي تمضي في الكتابة كما تمضي المدن في أرواح أهلها، تنحت صوتها في تفاصيل الحياة وتمنح الحكاية ملامحا أكثر إنسانية وعمقا وتأمل. الكاتبة لمى النقاش تمزج في تجربتها بين التأمل الذاتي والبعد الإنساني، تتشكل نصوصها في منطقة تتقاطع فيها الذاكرة مع السؤال السردي، وتبحث كتاباتها عن التوازن بين حساسية التجربة الفردية وتمثيلها للوجدان الجمعي. تكتب لما السرد بوصفه مشروعا للوعي ومحاولة لفهم العالم من خلال تفاصيل الصغيرة، حيث تتحول القصص إلى مساحات من البوح والتأمل، وتشكل الهوية الأدبية على مهل. أهلا وسهلا ضيفتنا الكريمة، نترك لك مساحة التي تعرفين عن نفسك. حياك الله أستاذتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. أولاً دعونا نشكر قناة قاف الثقافية على إتاحة هذه الفرصة للحوار، ودعوني أعرفكم بنفسي. أنا الكاتبة والشاعرة لمى النقاش. أؤمن بأن الكلمة ليست زينة لغوية بل وعي يقال. أكتب في الشعر والرواية، وأهتم باللغة بوصفها مساحة للنجاة والفهم وليست كوسيلة تعبير فقط. أحاول في نصوصي الاقتراب من الإنسان، من أسئلته الداخلية، من تلك اللحظات اللي لا تقال عادة لكن نشعر بها. في إطار البدايات الأولى وشرارة الكتابة، كيف بدأت علاقتك بالكتابة السردية؟ ومتى شعرتِ أن النص لم يعد محاولة، محاولة عابرة أو تجربة بسيطة، بل مسار تتشكل فيه هويتك الكاتبة؟ علاقتي بالكتابة بدأت باحتياج لمعرفة ذاتي من الداخل، إجابة عن أسئلة، لكن مو بمعناها الواضح، مو بالاحترافية الأدبية، مجرد مشاعر أسطرها على الورق. بداية كانت كتاباتي تشبهني، أما اللحظة اللي شعرت بها إنه النص ما عاد محاولة عابرة إنما مسار، لما أدركت إنه أنا بديت أشوف العالم كله بعين السرد، أصغي للصمت، أفهم كل حكاية حتى الغير مكتملة منها، وأصبح الكل شيء له معنى. منها بدأت شكلت هويتي ككاتبة، مو اختيار إنما قدر جميل. كيف يتكون صوت الكاتب في رأيك؟ هوية الكاتب تتشكل بالمحاولة. النصوص الأولى تكون
هي إجابة عن أسئلة داخلية في محاولة فهم اللي يدور حوله واللي بداخله. نتاج ما قرأه يكون بعيدة عن الاحترافية، اللي يعبر عن داخله، عن كل الصراعات اللي يمر بيها، عن كل الأمور اللي يمر بيها، ويقترب أكثر من أمور ثانية. تصبح النصوص أكثر احترافية. ممكن أمور ما مر بها هو، لكن جزء منه يشبهها. آه، يكتب عن طريقته بالحب، عن طريقته بالخوف، عن طريقته بالتعامل ويا المشاكل. منها تبدأ تتشكل الهوية السردية. في رأيك هل الكاتب من بداياته يعرف أنه هو سيصبح كاتب؟ الموضوع يبدأ محاولات فهم الذات. لكن هي يمكن موقف أو تجربة يمر بيها، بعدها يختلف كل شيء. من هذه اللحظة يعرف روحه إذا كان راح يكون كاتب أو لا. إذن يعني هناك في عوامل لابد من عوامل تبرر هذه الهوية. طيب، مثل ماذا هذه العوامل؟ يعني لو فكرنا فيها. ممكن يكون موقف يمر به، تجربة شخصية، بطريقة ما يقدر يعبر عنها بالكلام، راح يلجأ للورقة والقلم. جميل. تتوقع إنها لابد أن تكون مأساوية أو قد تكون سعيدة، مع أي يعني تتفقي أو الاثنتان؟ لا، دائما الإبداع وليد الألم. الكاتب القارئ ومسار الوصول إلى المستهدف. كيف تنظرين إلى العلاقة بين الكاتب والقارئ؟ وهل تؤثر فكرة المستهدف في بنية النص واتجاهه؟ علاقة الكاتب والقارئ علاقة شراكة. كيف؟ النص يولد ليصل إلى القارئ. ما فائدة إنه أكتب ولا يقرأ أحد؟ في بعض الكتاب يكتبوا ولكن لا يهتموا بمن يقرأ أو أن يقرأ أحد نصوصهم. بصراحة أنا رأيي مختلف هنا. م. الكتابة موهبة يمنحها الوهاب لأشخاص معينين، مو لأي واحد، ليؤدوا رسالة إنه يوصل صوت كل إنسان ما يعرف يعبر عن طريق الكتاب. مثلا في رواية إيلا أرض العرش الضائع، م. الناس قرأتها على أنه هي ملحمة خسارة، وناس قرأتها على أنه هي نجاة. الناس قرأت الوفاء بالحب، ناس شافت نفسها بالغدر والخيانة اللي صار بالرواية. فالصوت وصل لأكثر من شخص، وكل شخص يشوف انعكاسه بالرواية. أحيانا نكتب لنعالج مشكلة، أو مو أحيانا، هو في كل الأحوال. أساس الرواية يعني والعمل الكتابي هو مشكلة وإيجاد حل لها، مو مجرد كلام يسطر وخلص. لازم أكو مشكلة ونعالجها. فأحيانا تلقين العلاج في كتاب معين، في رواية معينة، في قصيدة. صح لو لا؟ صحيح صحيح. بالنسبة للرأي المختلف عن رأيك، يعني تحدثت مع أحد الكتاب في مثل هذا الخصوص، فكان رأيه إنه هو اللي يبحث عن العلاج، فكان يبحث عن علاج نفسه بالكتابة، فلم يكن مهتما لأن يقرأه أحد. كان بس صعب عليه جدا أن يكتب، فلما كتب كان هو يتشافى، لم يفكر يعني أبدا في أن يقرأ له أحد. فكما تفضلتي، بعد أن تم التشافي ووصوله إلى مرحلة العلاج التام، اختلف رأيه، فأصبح يتفق معك، لأنه وجد أنه هناك أشخاص هم بحاجة إلى العلاج، هم بحاجة إلى التشافي، وليس لديهم الأدوات مثل الدواء، فعلا القراءة.
فالأشخاص اللي كانوا محتاجين للعلاج وجدوا علاجا في القراءة، فاختلف رأيه. وأني أبحث عن التشافي، كنت أحب إنه كل الناس توصل وياي لنفس المرحلة، ومن امم ما أبلش يبلشون وياي. صحيح. جميل. فحبيت إنه أشاركهم المرحلة خطوة بخطوة، يعني مو إنه أتشافى ومن بعدها أنطيهم الحل، لا، تعالوا عيشوا وياي التجربة واحدة واحدة، مم. مرحلة مرحلة. جميل. إذا خذينا معك إلى آه رواية إلا أرض العرش الضائع. دعينا نقرأ بعض من مختاراتها، حدثينا عنها، اكشفي لنا بعض أسرارها. أخذكم الجزء أحبه. هل أعطيتنا نبذة بدائية عنها؟ رواية إلا أرض العرش الضائع هي فانتازيا ملحمية رومانسية. تتحدث عن مملكة، طبعا هي خيالية أكيد وغير موجودة على أرض الواقع. تبحث عن وريثها الشرعي المفقود، وتبدأ رحلة البحث عن طريق الملكة اللي تبحث عن ابن أخوها، فتمر بمشاكل هواية، وتمر بخيانة وغدر وحروب وبين كل هذه الأمور تعيش قصة حب ما كانت على البال. قصة الحب تكون ويا الحارس الشخصي وقائد الجيش. الشخصية للوهلة الأولى الكل يشوفها شخصية مثالية موجودة، لكن هي موجودة على أرض الواقع. في إلا ناقشت هواية أمور على شكل مشاكل دولة، لكن إحنا كل فرد يمر بيها. كنا نمر في أوقات نحتاج إنه نوازن بين العقل والقلب. كنا نمر بطعنات غدر وخيانة، لربما مو بالحجم اللي صار بالرواية، لكن لامسناها يعني وعشنا هذه المشاكل. كنا نعيش حروب داخلية وخارجية ويا هواية أمور، اختلاف بالعادات، اختلاف بالأفكار، اختلاف بتقبل الآخرين. هذه أمور هواية ناقشتها الرواية، إضافة إلى الصراع الداخلي اللي يعيشه الإنسان. إذا يمكن أن نقول أنها رواية واقعية. بطابع خيالي. إذا هي رواية سيرية، الرواية السيرية التي تتحدث عن الواقع يعني بأسلوب خيالي، نعم. بأسلوب خيالي. جميل جدا. عندي سؤال قبل أن نبدأ، يعني صراحة جاني فضول، قرأت جزء كذا. الحارس الشخصي إيثان؟ لا، الحارس الشخصي إيليا. إيثان هو الوريث الشرعي. طيب. تمام. بس أكيد أكو فد للي يكمل الرواية راح ينصدم بموضوع إيثان هواية. وإلا هذا الجزء الأول فقط، أكو أحداث ثانية راح تدور بالأجزاء اللي بعدها، وراح تنتقل على أرض الواقع بعد صراعات وأمور هواية حدثت ب 336 صفحة. أخذكم للجزء اللي بعد إصابة إيليا إصابة مميتة. ركضت إلى عبر أروقة القصر، والغضب والحزن يتصارعان في صدرها كإعصارين متقابلين. كانت دموعها لا تنزل فقط من أجل إيليا الذي يحتضر فقط، بل من أجل الخيانة التي شربتها من إليزابيث أيضا، تلك التي وضعت ثقتها فيها يوما، والآن صارت جثة بلا روح بعد أن أسقطها إيثان بسيفه. لكن السم ما زال ينهش في جسد إيليا ليسرق روحه لحظة بعد لحظة. صرخت إلا بأمر للحرس: احملوه، ضعوه في غرفتي. جاء الأطباء على عجل، يتبعهم السيد بوما، وبدأوا في فحصه يتهامسون فيما بينهم
يرمقون الملكة بنظرات حذرة، وخرجوا مطأطئي الرؤوس، وكأن في أعينهم إعلان هزيمة لم يتجرؤوا على قولها. ملاحظة صغيرة هنا أن السيد بومة يتمثل بطائر بومة، فبما أنه إحنا كنا نعرف أنه البومة ترمز للحكمة، فالسيد بومة ممكن يكون أي إنسان حكيم بحياتنا. في صالة العرش، حيث تتقاطع الظلال الثقيلة مع ألسنة الضوء النافذة من النوافذ العالية، وقفت إلى شامخة وسط المجلس السحري، عباءتها الملكية الداكنة مرسومة بخيوط فضة، كأنها تحمل في طياتها ثقل القرار. الهواء كان ساكناً، لكنه مشبع برائحة البخور والدم الذي جلبته المعركة. كل العيون رفعت نحوها تنتظر الكلمة التي ستشق هذا الصمت. بصوت حازم يشبه نداء من قمة جبل قالت: أريد ترياقاً يخلص السير إليا من السم الذي انتشر في جسده. ساد الصمت حتى رفرف السيد بومة بجناحيه بصوت كقص ورق قديم، ثم قال بنبرة الحكيم العارف بثمن كل كلمة: مولاتي، السم نادر، لا يعالجه إلا زهرة واحدة تدعى زهرة الليل، تنمو في أطراف مملكة الظلال. تجمدت وجوه الحكماء، كأن الكلمة أيقظت ذكرى قديمة لمأساة منسية. ارتعشت عينا إلا للحظة، لكنها تماسكت وتقدمت خطوة للأمام، وصوتها يقطع الهواء: إذا أحضروا زهرة الليل، إيليا سيموت إن لم نحصل عليها خلال 3 ليالي. همس أحد الحكماء بصوت مبحوح يشبه شهيق الخشبة: يا جلالة الملكة، تلك الأرض محرمة، لا أحد دخلها وعاد حياً. دوى صوت إلا في القاعة كبرق يمزق الغيم: إذا سأكون الأولى. ارتفعت الهمهمات فجأة، كأن حجراً ضخماً ألقي في بحيرة راكدة. حتى رافائيل الذي قل أن يتخلى عن هدوئه انتفض واقفاً، وعيناه تحملان ذعراً وحزناً دفيناً. هذا جنون يا مولاتي، تهابك بنفسك مخاطرة بحياتك. التفتت نحوه والدم يندفع في عروقها، كما لو كانت تقتحم مصيراً لا رجعة فيه. أنا لست فقط ملكة، أنا ساحرة، وأملك من الأدوات ما يمكنني به التعامل مع أي خطر. حينها فتح باب العرش ببطء، ودخل ألكسندر بخطوات ثقيلة. لم يلتفت إليه أحد في البداية، فالجدل كان مشحوناً، لكن صوته ارتفع فوق كل الضجيج، يخترق القاعة كسهم: إن كان لابد أن تذهبي فسآتي معك. ساد الصمت، كأن الجدران نفسها أنصتت. نظرت إلا نحوه، فوجدت في عينيه وفاء يقف في وجه الموت. لا يجوز لألكسندر، أنا ساحرة وأنت بشري، ستقتل عند أول خطوة لك داخل المملكة. رفرف السيد بومة واقترب بصوت هادئ لكنه يحمل الحقيقة: الأرض محرمة وليست مسحورة يا مولاتي، وهنالك فرق بينهما. أغمضت إلا عينيها لحظة، ثم فتحتهما بوهج لم يرى من قبل. لن أترك إيليا يموت، لقد قررت وسأذهب الليلة. سقطت كلماتها في القاعة كضربة مطرقة على صخر، أما القلوب فقد خافت، لكنها لم تتجرأ على الاعتراض في تلك اللحظة. كانت الشرارة الأولى لرحلة ستفتح باباً لمملكة الظلال، باباً ربما لن يغلق أبداً. في تلك الليلة ارتدت إلا عباءة السحر البيضاء، وأخذت سيفها المرصع بالأحرف السحرية القديمة التي أهداها إياه والدها الملك إيمانويل، وتسلحت بجرعة حماية مؤقتة ضد ظلال الموت. وعند الفجر، بينما كانت الشمس تتردد في الشروق خلف الغيوم الرمادية، بلغت إلى حدود مملكة الظلال. هناك، حيث لا تنبت زهرة ولا يسمع صوت طائر ولا شيء سوى السكون الداكن يمتد إلى الأفق كسجادة من الحزن. توقفت عند التخوم، عيناها ترقبان الأرض. أمامها سوداء كالعدم، لا لون لها ولا حياة.
الهواء نفسه كان يثقل على صدرها، كأن كل نفس هو اجتياز لقبر مفتوح، والرائحة التي تسربت إلى أنفها كانت غريبة، مزيج من الرماد والبكاء القديم. شعرت إلى أن شيئًا ما يراقبها، لا من الأمام ولا من الخلف، بل من قلب الأرض نفسها. ثم هبت الريح، ريح باردة مبللة بصدى صرخات بعيدة، كأنها أنين أرواح ضاعت في الدروب. ومن بين تلافيف الهواء خرج صوت هامس لا يعرف له وجه ولا جسد، فقط تمتم كأنها لعنة. الصوت: من يدخل أرضنا يفقد شيئًا من نفسه. رعشة خفيفة عبرت عمودها الفقري، لكنها لم تتراجع. شدت إلا على قبضة سيفها، ويدها كانت ترتجف، لكنها لم تتخلى عن ثباتها، ونظرت إلى السواد القاتم أمامها وكأنها تنظر إلى موت محتمل. ثم أجابت بصوت هادئ لكنه مشحون بقدر لا يرد: ولأجل من أحب أضحي بكل شيء. ثم خطت أول خطوة داخل الأرض المحرمة، كأنها تسير في كابوس حي، لكنها لم تنظر للخلف. خطت داخل الظلام لتبدأ الرحلة نحو الزهرة التي تنمو على قمة الشجرة الوحشية، لكنها لم تكن تعلم أن أحدًا ينتظرها هناك. وما أن وطأت قدمها إلا أرض مملكة الظلال حتى تغير كل شيء. فالسماء فوقها لم تعد سماء، بل غلالة رمادية كثيفة، والضوء لا يتجاوز موضع قدميها. الأشجار هناك الأشباح، سوداء متيبسة تهمس بلغة لا يفهمها البشر. كانت إلا تسير بخطوات ثابتة، لكنها تشعر بأن شيئًا ما يراقبها. ثم صوت خافت تمتم خلفها. التفتت بسرعة لكنها لم تر شيئًا. خطوة أخرى وثانية، ثم انفجر الظلام أمامها فجأة، وتكشفت منه كائنات لا شكلا محددا لها، أجسادها كالضباب المتماسك، وعيونها تتوهج بلون الدم. رن صوت ما في رأسها لا في أذنيها. كان الصوت أقرب إلى الحمى، لا يسمع بل يحس. كأن أفكارها لم تعد لها، وكأن الهواء يهمس داخل عروقها لا حولها. لم تكن أصواتًا عادية، بل كانت ضجيجًا خفيًا يصاب به العقل، صوت يشبه المرض يتعب الروح قبل الجسد. ثم جاء الهمس، كان من كل مكان ومن لا مكان. صوت خفي عميق لا يعرف مصدره: من أنت يا من تحملين النور في مملكة الظلام؟ تلفتت إلى حولها لكنها لم تجد أحدًا. العتمة بدت كأنها تبتلع كل شيء، حتى ظلالها. رفعت سيفها، السيف الذي كان يشع بخيوط فضية كخيوط القمر حين يكون وحيدًا في السماء، وتأملت الضوء المتسرب من النصل. كان الوحيد الذي يبدد ولو قليلًا من العتمة المتراكمة حولها. ثم نطقت بصوت لم يخلو من الحزن، لكنه حمل بداخله توسل العاشق: أنا إلا ملكة أردامير، جئت أطلب زهرة الليل. لا قتال بيننا إن كنتم لا تعترضون طريقي. ساد صمت مفاجئ، كأن الأرض نفسها توقفت عن التنفس. ثم دوى ضحك غريب، ضحك بارد كالسكاكين، لا يحمل فرحًا بل سخرية متجذرة، وكأن من يضحك قد مات مرارًا قبل أن يولد. نطقت الأصوات بصوت واحد: كل من جاء يطلب دفع الثمن، والزهرة ليست لك. اندفع 3 من الكائنات نحوها بسرعة لا ترى، لكن إلا كانت مستعدة. فتحت راحة يدها وأطلقت تعويذة الحماية الأولى، فأحاط بها درع ضوئي، فتفككت الكائنات ال3 إلى غبار. لكن لم تكن تلك إلا البداية. ثم من بين الضباب الذي لا لون له، ومن صلب الظلال التي لا ظل لها، تشكل جسد أعظم من الأشجار، كأن الأرض نفسها انحنت لمروره.
خرج الكائن ليس من جنس معروف ولا من سلالة تحفظها الأساطير. كان أطول من نصب الغرور وأشد سوادا من الموت. حين يغلق عينيه أجنحته لم تكن ريشا بل دخانا حيا يتلوى كأنما يتنفس شرا، وقرونه معقوفة كأنها رسمت على جدران الجحيم في أول الزمان. أما عيناه فكانتا ثقوبا سوداء لا تعكس الضوء بل تبتلعه. تقدم خطوة واحدة فارتجفت الأرض وخيم صمت تام كأن العالم نفسه انحبس بين شهيقين. ثم دوى صوته، صوت لا يسمع بل يرتجف منه كأن الصدى انكسر في الأفق قبل أن يصل إلى الأذن. الكائن بصوت يهز الزمان: أنا سيد هذه المملكة، ومن أراد شيئا من أرضي عليه أن يثبت أنه يستحقه. ثم اقتربت الريح كأنها تترجم التهديد: قاتلي، وإن هزمتني ستكون الزهرة لك، وإن خسرت ستبقين هنا إلى الأبد. ليس جسدك فقط بل اسمك وذكراك وحتى الضوء في عينيك. شهقت إلا لكنها لم تتراجع. لم يرتجف قلبها بل ازداد خفقانه كأن الحب الذي بداخلها كان يصقلها لا يضعفها. رفعت سيفها فاشتعل بضوء أزرق فضي يشبه دمعة منسية في عتمة أبدية، ونظرت إلى ذلك الكائن الجاثم أمامها كجبل من ليل، وقالت بثبات لا يعرف الهزيمة: لنبدأ. في تلك الأثناء في جناح الحرس الملكي، حيث نوافذ الغرفة محجوبة والشموع ترتجف خائفة، يرقد السير إيليا. كان جسده ممددا فوق الفراش شاحبا كمن غادره النور، والعرق يلمع على جبينه. صدره يعلو ويهبط بأنفاس متقطعة كأن كل شهيق معركة وكل زفير وداع. في تلك الغرفة التي خفت فيها الضوء وغابت فيها الضوضاء، جلس كبير الحكماء إلى جوار إيليا يراقب نبضه الضعيف كما يراقب أحدهم شعلة شمعة تكاد تنطفئ في مهب الريح. وهو يهز رأسه بأسى قال بصوت مكسو بالحزن: السم نادر، يسري في الجسد ببطء كأنه يتلذذ بالعذاب لكنه لا يرحم. إن لم تعد الملكة بالزهرة خلال يومين فلن نتمكن من إنقاذه. كان إيليا غائبا عن وعيه، لكنه لم يكن نائما بل عالقا بين الوعي والغيبوب، كأن روحه تمشي على خيط رفيع بين الحياة والعدم. فتح عينيه بثقل، عيناه باهتتان كضوء في آخر الممر. حدق بالسقف لكنه لم يكن يرى السقف بل شيئا آخر بعيدا، ربما ملامحها. همس كأن الريح تتنفس عبره. إلا هل ذهبت حقا؟ اقترب منه أحد الحراس، كان شابا لا تخلو عيناه من الدمع. انحنى قليلا وقال بصوت متهدج: نعم يا سيدي، وحدها دخلت مملكة الظلام. ضحك إيليا لا فرحا بل وجعا، ضحكة متقطعة كأن صدره يعترضها. ثم سعل بشدة لطخت كفه بالدم كأن جسده ينزف من عمق روحه لا من رئتيه فقط. قال بصوت خافت متعب: يا لعنادها، إنها لا تعرف التراجع. ثم تحسس صدره ببطء وأخرج قلادة صغيرة، فتحها فانسكب منها خيط ذهبي من شعرها. كانت قد منحته إياه ذات يوم أقسم أن يحميها، ويوم سقط قلبه في مملكتها لا في الحرب بل في الحب. ضم القلادة بكفه المرتجفة ونظر إلى الحارس وكأن قلبه يريد أن يسلم الوصية الأخيرة: إن لم أعد من رقادي قل لها إنها كانت الوطن في قلبي. ثم أغمض عينيه مجددا، ليس استسلاما بل انتظارا. جسده كان ينهار ببطء وروحه تتشبث بأمل لا يرى بامرأة تمشي في الظلال كي تعيده إلى النور. جميل جدا. كان هناك صدق في الاعتراف السيري وحرية التخيل الفني.
يعني شعرت وأعتقد كل من كان يستمع مثلي كان يتلذذ بالعذاب كمن يتلذذ بوجع الحب. حبينا إيليا. كيف يعني كانت علاقتك فيه خلال رحلتك في الكتابة؟ علاقتي بإيليا تحديدا لو مم. علاقتي بالشخصيات بصورة عامة، راح أقول لك على آراء القراء، مو تمام. عن علاقتي أني. كل من قرأ الرواية قال إنه إحنا حبينا إيليا، وإنتي خلقتي هاي الشخصية بالرواية، أوجدينا من عنده على أرض الواقع. أما علاقتي أني بالشخصيات كنت أعيش وياها، لدرجة إنه أني بالبداية الفكرة إنه هي الرواية راح تكون جزء واحد يعني، وإنه هو صراع بين الخير والشر وينتصر الخير بالأخير وخلص. لكن صار أكثر من موقف خلاني أغير هواي أشياء. الموقف الأول إنه أنا بعد ما كتبت إلا وخلص دا أبعثها للنشر، وهذه جتني فكرة إنه انتظري اتركيها فترة حتى ترجعين تعدلين عليها بعدين، يعني في حال احتاجت إلى تعديل أو شيء كقراءة ثانية. لكن اللي صار أخذت استراحة مقاتل من الكتابة ورحت قريت سلسلة الطين والنار لأحمد آل حمدان، كاتبي المفضل. اللي صار صدمة. عندي صديقة كانت على تواصل وياي وأني أكتب إلا، فهواية أمور أعرف هي شو تحب، هي كاتبة أيضا صديقتي، فهواية أمور أعرف إنه هاي الجملة راح تأثر بيها، هذا الموضوع راح يكون. كنت أبعث لها مقتطفات فتعرف أشياء عن الرواية. وأني أقرأ سلسلة الطين والنار انصدمت بأنه أكو هواية أشياء متشابهة بين إلا وبين سلسلة الطين والنار. أعتقد بالجزء الثالث كانت أسكر إنه أدز صديقتي أبعث لها تقول لي أكو توارد قوي، بس لما أنتي ما عندك حل غير إنه تغيرين بروايتك يعني. سلسلة الطين والنار مكتوبة من سنوات يعني، اللي راح يقرأ روايتك حيقول أنتي سرقتيها من أحمد آل حمدان. رجعت مرة ثانية وغيرت هواية أشياء وتغيرت هواية أحداث، فزاد تعلقي بالشخصيات أكثر. بعد ما خلص انتهيت من كتابتها ومجرد تدقيق لغوي حتى أرسلها للطباعة، وفي رحلة البحث عن دار نشر يعني رصينة، إجاني الشعور بأنه أنا افتقدتهم وأحس أنه أنا ما شبعت منهم، أريد أعيش وياهم أكثر. فاللي صار أنه رجعت مرة ثانية للرواية وغيرت بالأحداث الأخيرة وكتبت نلتقيكم في الجزء الثاني، وأني ما عندي أي فكرة إيش راح أسوي بالجزء الثاني. خلاص إنه أنا قررت إنه أعيش وياهم أجزاء ثانية بس، وخليت الكاتب ينتظر، عفوا القارئ ينتظر إنه أكو جزء ثاني، وأني ما عندي أي فكرة إيش راح أكتب إيش راح أسوي، ما عندي فكرة. اتفقت ويا مجموعة تكوين للنشر والتوزيع وبعثت لهم الرواية وبلشنا بإجراءات الكتاب والطباعة وهالمسائل، وخلص أعوف كل شي وأخلي فكري يرتاح نوعا ما. وبلشت أقرأ من جديد، بلشت أشاهد أفلام وكذا وأخذ أفكار. وأني قاعدة أفكر بالموضوع سمعت الأذان ويا كلمة الله أكبر، إجتني فكرة جميلة جدا. ما أقدر أتكلم عنها لأنه راح أحرق الأجزاء كلها للرواية، لكن اللي راح يصير هو فعلا مثل ما تحدثت سابقا، إنه دور الفانتازيا العربية أو توصيل صوت الإنسان، توصيل صوت الإنسان العربي بالعالم. حقيقة مضى الوقت سريعا جدا، ليس كسحابة وإنما كرمشة جفن.
بكل ما في هذه اللحظة من امتنان ودهشة جميلة، نرفع شكرنا لك كاتبتنا المبدعة التي أخذتنا بصدق تجربتها إلى تخوم الذاكرة، ثم عادت بنا عبر خيال رحب يضيء المعنى ولا يلغي. لقد عشنا معك رحلة إنسانية نابضة في سطور امتزج فيها الواقع بالبوح والسيرة بوهج التخيل. يعني أنا أرى أن هذا اللقاء من أسرع اللقاءات وأكثرها متعة وجمالا ولذة، لدرجة أننا يعني بقينا معلقين كما تعلقت بين كتابة الجزء الأول والجزء الثاني. سيرافقنا إيليا وترافقنا لما إلى أن نقرأ الجزئين الأخرى. قبل أن نختم، هل لديك ما تضيفينه؟ شكرا لقناة قاف الثقافية، ولك بالذات الأستاذة سارة الأنصاري على إتاحة الفرصة للحديث معكم والنقاش في ما يخص روايتي إلى أرض العرش الضائع، وأتمنى أن نلتقي على خير دائما بمواضيع أخرى تخص الكاتب والعربية، وكل الحب والشكر لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك على هذه المتعة الرفيعة، على الأسئلة التي أيقظتيها فينا حقيقة، وعلى الجمال الذي تركته كلماتك وتركت فينا أثرا لا يزول. نسأل الله لك مزيدا من الإبداع والتألق، وأن تمضي تجربتك الأدبية قدما نحو آفاق أرحب وعطاء أبهر، ونحن في انتظارك دائما، ونتشرف بك نحن قناة قاف الثقافية. شكرا أعزائي المستمعون، شكرا على كل من حضر ومنحنا من وقته هذا الزمن الثمين. استمتعنا، تشرفنا، سعدنا. شكرا لك أستاذة لما كاتبتنا المبدعة، أنت قمر هذا المساء وأنت قائدة هذه الرحلة الماتعة. شكرا لك ذلك، والحمد لله رب العالمين.